أخبار يوم الاثنين مهمة وقصيرة. تم تقديم مستشفى بسعة 130 سريرا في المنطقة 17 للاستخدام في العاصمة كابول. لا يزال وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد حاضرا بالمنطقة مع فريقه الطبي لتقديم خدمات صحية جيدة للمصابين في سالنج الليلة الماضية. قدم جنود وزارة الدفاع الوطني الشجعان مساعدات عاجلة لضحايا حريق نفق سالنج. حسب تصريحات وزارة التعليم العالي، تخرج 225 طالبا من كليتي اللغات والعلوم الإنسانية بجامعة لغمان. عقد الاجتماع الدوري للجنة الاقتصادية في قصر رخام برئاسة النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء السيد ملا عبد الغني برادر أخون. حسب تصريحات وزارة المياه والكهرباء، خلال عام 2022 تم البدء في مشروعين بقيمة 130 ألف دولار في دائرة نهر طالقان. افتتح الهلال الأحمر الأفغاني عيادة فرعية جديدة في منطقة الليزر في عاصمة مقاطعة دايكوندي. زار نائب الهلال الأحمر الأفغاني مولوي نور الدين ترابي المصحة العقلية للهلال الأحمر الأفغاني في ولاية هرات. تقول شركة أبابيل أنها صدرت هذا العام 300 طن من الفواكه الجافة إلى الدول الآسيوية والأوروبية بقيمة 10 ملايين أفغاني.